السلام عليكم مشاهدينا الكرام. عرف المركب التجاري بمدينة زايو ظهر اليوم الأول من شهر رمضان حادثا عنيفا بعدما نشب شجار بين بائع خضر متجول وأحد المواطنين. تطور إلى اعتداء بالسلاح الأبيض، ما استدعى تدخل السلطات الأمنية وعناصر الوقاية المدنية على وجه السرعة. وحسب مصادر مطلعة فإن الخلاف بدأ بمشادات كلامية حادة بين الطرفين سرعان ما تصاعدت حدته قبل أن يقدم أحدهم على توجيه ضربة غادرة بالسلاح الأبيض على مستوى الرأس تسببت في سقوط الضحية مغمى عليه، وسط حالة من الهلع بين المتسوقين. وفور إشعارها بالواقعة هرعت إلى عين المكان عناصر الشرطة والسلطات المحلية، حيث تمت معاينة الحادث وفتح تحقيق أولي لتحديد ملابساته، فيما قامت عناصر الوقاية المدنية بنقل المصاب على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.